واحد سوري في أمريكا، يقول ركب المصعد، طلع المصعد ومعه امرأة كذا يبدو أنها أربعينية وجميلة جدا، وكان غض بصره هذا الرجل منزل رأسه. فلما وصل الدور ما أدري إيش، يبدو أنه ناطحة سحاب لأن المسافة طويلة يعني، فنزل تبعته هي، فدخل أحد المكاتب يبدو عنده موضوع هندسي وهذا، فدخلت وراه فسألت من في المكتب، قالوا ممكن تسألون هذا الرجل لماذا لا ينظر إلي؟ أنا ما في رجل أقابله إلا يتمنى نظرة مني، هذا غلط، وصل ليه وش السر؟ فقال لها، شرح له، قال أنا مسلم وطبعا كالمسلم. قال زوجتك هنا؟ قال لا، أنا زوجتي في بلدي. تقول فكانت هذه المرأة هي صاحبة هذا المبلغ. عجيب. فطلبته، قالت أنا لا أثق، لأنه زوجها متوفي، هو صاحب الحلال وهي ورثت العمارة. إيه. قالت أنا لا أثق في أحد من الرجال ينظر إلى النساء، فهل ممكن؟ قال لازم تسلمين، أنا ما أستطيع أتزوجك وأنت غير مسلمة. فأسلمت وأرست عليه، وصار هو اللي يدير أعمالها كلها، لأن فعلا ما تصدق إن في إنسان ما يناظرها.